اللي دا تشوفوه حاليا بسوريا هي نسخة طبق الأصل من اللي صار سابقا بالعراق. على مر التاريخ وكل ما سقط نظام بالعراق كان الطرف المهزوم ينسحل بالشارع، وبعبارة النخبوية كلش ينكل به. الشيوعي سحل الملكي، البعثي سحل الشيوعي، الأحزاب الحالية سحلوا البعثية، وهكذا. والمو غريب أبدا إنه كل واحد بيهم بعد ما صار بالحكم انتقم من اللي قبله واضطهد اللي راح يجي بعده. فالبعثيين كانوا ملاحقين من الشيوعيين، والشيعة والكرد كانوا ملاحقين من البعث. يعني الجلاد يقعد الصبح يشوف نفسه ضحية، والضحية تشوف نفسها جلاد. وبالتالي وللأسف الشديد الانتقام صار جزء من ثقافتنا وتاريخنا السياسي. دائرة من الانتقال العنيف للسلطة استمرت لأكثر من 44 سنة. اختصرتها لك باختصار مخل جدا، بس اللي أريد أوصل لك إياه أنه كل هذا الانتقام ما أنتج إلا المزيد من الانتقام. هذا اللي جربته الأجيال السابقة للعراقيين، ولا يزال هواي من العقول المتحجرة تريد نجربه كجيل حالي ونظل بهاي الدويرة. بس اللي يميزنا عن الأجيال السابقة يا أصدقائي إنه أكو هامش بسيط من الديمقراطية ما كان موجود عندهم، وممكن جدا أن نغير بشيء بسيط وشوية شوية بدون لا ننتقم من أحد ويرجع هذا الأحد ينتقم منا ونعيد الفيلم من جديد. فخلنا نتعلم من التجارب اللي مرينا بيها كعراقيين وما نكرر أخطاء الأجيال السابقة. اتركوا خزعبلات البعثية اللي بالتيك توك، لأنهم لو خوش اوادم مو مجرمين ما كان العراق سقط ب 21 يوم فقط. اتركوا سوالف فيجا والتغيير من الخارج اللي أساسا جربناه وبالقوة وصلنا لمرحلة مستقرة بعد هواي كوارث تشبه اللي صارت اليوم بسوريا. فجدد بطاقتك الانتخابية، وراك انتخابات بعد كم شهر، وعليك مسؤولية أن تختار ناس يمثلونك بشكل صحيح، والله يلطف بحالنا وبحال الشعب السوري.